من النهارده علي معلول مكمل مع النادي الاهلي، وان شاء الله تكون دي بدايه جديده باذن الله. وانا اوعدكم ان شاء الله ان انتوا هتشوفوا علي معلول بتاع زمان وكل زمان، واكون عند حسن ظنكم ان شاء الله، وارجع وانا والبس تيشيرت النادي الاهلي من جديد لسنين طويله ان شاء الله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سبحان الله، يمكن الإصابة الكبيرة اللي جت لعلي معلول دي تكون سبب في خير كتير لعلي معلول في تاريخه الكروي مع النادي الأهلي. يعني إصابة في ظاهرها شر، ولكن في باطنها خير كتير لعلي معلول، وهقول لكم دلوقتي ليه في نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى إن الإصابة دي اللي جت لعلي معلول خلته يبقى عنده دوافع كتيرة، ولدت عنده وخلقت عنده شغف كبير للملعب. الراجل بيقول لك مع كابتن شوبير في قناة الأهلي: أنا إن شاء الله هلعب 6 شهور مع النادي الأهلي، وكمان هلعب 2 تاني في النادي الأهلي بمنتهى القوة. الإصابة دي خلقت عنده دوافع كتيرة. لاعب كبير سواء في السن أو في العطاء أو في القيمة الفنية، ولكن اتولد عنده دوافع: أنا عايز ألعب، أنا عايز أنزل الملعب، وحشني الجمهور، وحشني النادي الأهلي، عايز ألعب كرة تاني. حتى لما كابتن شوبير قال له حتى لو هتلعب طرف، قال له يا كابتن بس نزلني الملعب. فدي فايدة كبيرة جدا. يعني ده شغف وحب للكورة زي تقريبا اللي موجود عند كريستيانو رونالدو، اللي وصل ل40 سنة وعمل كل حاجة في الكورة، ولكن الشغف مازال موجود عنده حتى هذه اللحظة. عشان كده الإصابة دي كانت حاجة مهمة جدا لعلي معلول. لو ما كانتش الإصابة دي كان ممكن علي معلول يكمل باقي الأداء بقى بتاعه، الأداء التقليدي: أنا كبرت في السن، هلعب على الواقف، أنا ليا رصيد كبير عند الجمهور، ليا تاريخ. فالشغف والحب للكرة يقل شوية. ولكن الإصابة دي سبحان الله غيرت مجرى الموضوع بالنسبة لعلي معلول. النقطة التانية وهي ان علي معلول طوال الفترة الأخيرة عرف بجد حب جمهور الأهلي ودعم جمهور الأهلي ليه بشكل غير طبيعي. يعني مفيش فرد واحد من جمهور الأهلي اللي هو بالملايين مش فرحان وسعيد من جواه بقيد علي معلول في القائمة بتاعت النادي الأهلي. حتى اللي من جمهور الأهلي كان نفسه ان جناح يجي عشان في مشكلة في الهجوم قدام، برضه هتلاقيه سعيد وفرحان وطاير من الفرح. عشان كده الإصابة دي كانت خير كبير لعلي معلول. الخبر اللي سمعناه النهاردة كل جماهير الأهلي في منتهى السعادة، جماهير الأهلي في فرح غير طبيعي. وكمان الصورة اللي انتوا حضراتكم شايفينها دلوقتي دي كابتن شوبير فيها بيمثل كل جمهور الأهلي بالظبط. والله الجمهور كله فرحان، لأن تعتبر دي أهم صفقة في آخر 10 سنين للنادي الأهلي. الفرحة اللي عند جمهور الأهلي أكتر من صفقة وسام، وأكتر من صفقة إمام عاشور، وأكتر حتى من صفقة بن شرقي. علي معلول ده قيمة كبيرة جدا. علي معلول ال9 سنين اللي لعبهم في النادي الأهلي هو أهم عنصر في النادي الأهلي. ما الأهلي ياما كان عنده وينجات وعنده روس حربة وعنده ناس بتلعب في نص الملعب الهجومي، ولكن علي معلول هو كان رقم 1 في الخطورة، هو مفتاح اللعب الأول، هو اللي بيصنع الفرص وبيصنع اللعب لكل زمايله. فهو أهم عنصر في المنظومة اللي موجودة. عشان كده الكل فرحان، وأنا واثق إن علي معلول الفترة اللي جاية هيقدم أداء غير طبيعي. يا جماعة لعيب بتشوف في شخصية الأهلي، في لعيبة كده معجونة بالأهلي، معجونة بحب الأهلي، تحس إن هي مولودة في ملعب التتش، بتشوف فيها شخصية النادي الأهلي، زي كابتن صالح سليم رحمة الله عليه، كابتن الخطيب، كابتن أبو تريكة، كابتن علي معلول، وناس كتيرة كده معينة تحس إن هي دي شخصية النادي الأهلي. علشان كده الجمهور كله فرحان، الجمهور كله سعيد النهاردة. يعني ممكن الجمهور يقول لك ده احنا عندنا مشكلة قدام، كنا عايزين وينج أكتر. بس أقول لك على حاجة، كل قاعدة وليها استثناء. رغم حاجة الفريق أكتر فعلا لوينجات في الجزء الهجومي، ولكن حبك لعلي معلول يغطي على كل حاجة. ده الوحيد اللي ينفع ان انت تعمل له استثناء، لانه لاعب كبير، لاعب قدم للأهلي كتير، لاعب لسه هيقدم للأهلي كتير،
لاعب مخلص بجد، لاعب اتعرض عليه من دول الخليج والفرق الخليجية ارقام مهولة ما بياخدهاش في الاهلي، ولكن اتمسك انه يلعب في الاهلي. المحترف الوحيد اللي داخل في السنة التاسعة وان شاء الله العشرة وال11 في حاجة غير طبيعية يا جماعة. ده ابن النادي بجد. سيبك ان ابن النادي لازم يطلع من الناشئين والكلام الفارغ ده. شفنا ناس كتيرة طلعت من الناشئين ولا عندها وفاء ولا عندها اصل ولا اي حاجة، لكن ده مولود بحب الاهلي، عاشق للاهلي. عشان كده تلاقي علي معلول النهارده طاير من الفرحة وسعيد، تلاقي الفرقة كلها سعيدة، النادي الاهلي كله فرحان، جماهير الاهلي كلها فرحانة، وكأن النهاردة عيد حقيقي للنادي الاهلي. مليون مبروك لعلي معلول بقائه في النادي الاهلي، وان شاء الله الفترة الجاية علي معلول هيدغدغ الدنيا حرفيا. ومليون مبروك للنادي الاهلي بقاء قيمة كبيرة وأسطورة كبيرة بقيمة علي معلول. نتمنى له يا رب التوفيق في الفترة الجاية مع كل زمايله ويحصدوا كل البطولات. في النهاية بحب أشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.